السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي، أحلى متابعين في الدنيا، بجد وحشتوني. لكن أكيد انتم مقدرين إن الفترة دي بجد الجو صعب جدا، حرارة الجو صعب قوي وبتمنع دخولنا كتير المطبخ. النهاردة بقى هصالحكم وأعمل لكم أكلة من الآخر، هعمل لكم كباب الحلة. يلا بينا نسمي الله ونبدأ مع بعض. في حلة على النار هنزل بمعلقتين من الزيت النباتي، عليهم معلقتين من السمنة البلدي. بعد كده اللحمة بتاعتي زي ما انتم شايفين انا مقطعها قطع متوسطة، هنزل بيها دلوقتي على المادة الدهنية بتاعتي اللي هي الزيت والسمنة، وهبتدي زي ما انتم شايفين كده اقلبها لحد ما تاخد معانا صدمة. دلوقتي بقى هنزل بالبصل بتاعي، البصل بتاعي متقطع جوانح او جوليانو، وهنزل بيه على اللحمة بتاعتي زي ما انتم شايفين، وهقلب ولا اسهل من كده. بعد كده هنزل بالملح، هنزل كمان بالفلفل الأسمر، هنزل بخلطة السبع بهارات اللي ما بستغناش عنها في أي وصفة، وبقلب ولا أسهل من كده. بجد الوصفة سهلة وبسيطة ونتيجتها تحفة. دلوقتي بقى هنزل بكوباية كاملة من المية الدافية، لازم تكون المية بتاعتنا دافية زي ما انتوا شايفين كده. دلوقتي بقى هسيب بقى اللحمة بتاعتي تدخل في مرحلة التسوية بتاعتها، بهدي عليها النار وهغطي عليها واسيبها تستوي، بتاخد حوالي ساعة الا ربع. وزي ما هتشوفوا معايا كده انا هقدمها مع رز بسمتي عاملاه بالزبيب. طبعا ما تنسوش ان طريقة الرز البسمتي موجودة عندنا على القناة. يا ريت اذا الفيديو عجبكم ما تبخلوش عليا بلايكاتكم الجميلة، بشير للفيديو، باشتراككم في القناة، تنورونا وتكبروا عيلتنا. استنوني دايما في المطبخ مع سنة. بحبكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.